ممكن صدمة عصبية، تراكمات بقى. انت من الناس اللي بتحط قوي في نفسها وبتزعل جامد وبتزعل على غيرها وبتشيل هم غيرها وشايلة مسؤولية اكبر منك. والحاجات دي احنا بنبقى فاكرين ان هي عادي، بس لا. انت كل ما هتشيلي مسؤولية كل لما هتتعاقبي، كل لما تزعلي كل ما جسمك هيعاقبك. واحنا مش زي زمان، الناس امهاتنا واجدادنا كانوا الامراض ما كانتش منتشره بالشكل ده زي دلوقتي، ما كانش عندهم كميه الضغط اللي احنا فيه دلوقتي. دلوقتي احنا كل حاجه على السوشيال ميديا وعايزين نبقى زي دول ونعمل زي دول ونسافر زي دول يبقى عندنا زي دول. طول الوقت معيشين نفسنا في ضغط ومقارنات وضغط شديد جدا. ده غير اصلا ان ظروف الحياه بقت صعبه، ممكن بعد حادثه لا قدر الله، ممكن بعد عمليه، ممكن بعد ولاده، ممكن لاي صدمه انت تعرضت لها او جسمك تعرض لها. بس ما بتجيش لاي حد لما يكون انت اوريدي جسمك عنده قابليه انه يستقبل مرض زي ده. على فكره عايزه اقول لكم حاجه، احنا لو جسمنا احنا مش مهيئينه للامراض، الامراض دي مش هتجيلنا، بس احنا اللي مستسلمين طول الوقت. يعني في ناس ما بتحبش تزعل نفسها، ما بتحبش تضغط نفسها، ما بتحبش يبقى عندها مسؤولية زايدة وبتسيب كل حاجة كده تمشي وكله على الله. احنا كلنا سايبين امرنا على الله وكل حاجة ونعمة بالله. ولكن مثلا حد زيي انا